ذهب سامي مع والدته إلى السوبر ماركت ليقوموا بشراء حاجياتهم الأسبوعية. كان سامي متحمساً جداً لرؤية العدد الكبير من المنتجات على الرفوف. بريق المعلبات والحلويات أغراه، وكان يريد أن يضع كل شيء في عربة التسوق. ابتسمت والدته وقالت له: علينا أن نختار الأشياء التي نحتاجها حقاً. لدينا ميزانية محددة ويجب أن نتعلم كيف نشتري بذكاء لتحصل على ما هو مفيد لنا. بينما كانوا يجولون بين الممرات، لحقت بهم صديقتهم ليلى التي كانت مع والدتها أيضاً. بدأت ليلى تشرح لسامي كيف يمكنه أن يفرق بين الأشياء الصحية وغير الصحية من خلال قراءة المعلومات الغذائية الموجودة على العلب. انظر يا سامي، هذه الحبوب تحتوي على نسبة عالية من السكر، بينما هذه أقل وتعتبر خياراً صحياً أفضل. تعلم سامي أن ينظر إلى الأسعار ويقارن بينها، وأن يسأل إذا ما كانت السلع ضرورية أم يمكن الاستغناء عنها. ارتسمت على وجهه ملامح التركيز وهو يدرس الخيارات بعين ناقدة. أثناء جولاتهم، اتفقوا على أن يتعاونوا جميعاً في اختيار لوازم البيت، وناقشوا كيفية وضع أولويات للشراء. عندما انتهوا، اختار سامي أن يضع فاكهة بدلاً من الشوكولاتة في العربة. شعر بالفخر حين رأى ابتسامة الرضا على وجه والدته، وقالت له: لقد اخترت بحكمة. فرح سامي بكونه قد تعلم شيئاً جديداً هذا اليوم، كيف يختار بعقلانية ويشتري بحكمة. غادروا السوبر ماركت وهم يشعرون بالرضا والحماس لتجربتهم الناجحة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل أليك الجميل ليصل لكم كل جديد. مع أتعلم واضحك واتسل.